السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. جايين النهارده نتكلم في ايه؟ في قائمة منتخب مصر، القائمة اللي هنروح بيها نلاعب مين؟ بلجيكا، احدى المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم القادمة. ولكن هناك اختيارات غريبة عديدة، يعني مش اختيار ولا اتنين ولا حتى تلاتة، لا ده في فرقة كاملة، يعني 11 لاعب. اختيار عجيب غريب مريب محدش فاهمه الا هو. مين هم يا سيدي ال 11 لاعب؟ او من وجهة نظري مين هم ال 11 لاعب اللي لا يستحقوا تماما الانضمام لمنتخب مصر؟ هقولهم لك اثناء الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا انا ما كنتش بتكلم فيها الفتره اللي فاتت. يا جماعه بعد اذنكم اللايك والشير والسبسكرايب والحاجات ديت بيفرقوا جدا في الريتش بتاع الحلقه. يعني انا مش عامل القناه عشان ريتش والكلام ده، ولكن للاسف هو الحاجات دي بتفرق في الانتشار. الفيسبوك او اليوتيوب لما بيلاقي الفيديو عليه لايكات بيبدا يوصله لاكبر عدد من الناس، ففضلا وليس امرا لايك وشير واشتراك لو انت لسه ما اشتركتش في القناه. ويلا بينا بسرعه نخش على قائمه منتخب مصر اللي اعلنها روي فيتوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. صحي امبارح الشعب المصري على القائمه اللي اعلنها روي فيتوريا الخاصه بالمحليين. طبعا المحترفين مفيش خلاف عليهم، كل المحترفين هنجيبهم، يعني ما فيش حد مش هنختار. تريزيجيه لمحمد صلاح لمصطفى محمد لاحمد حجازي لطارق حامد، كل المحترفين لازم يكونوا معانا في الفتره القادمه في منتخب مصر. ولكن الكلام هنا على المحليين. مين هم المحليين؟ اختار روي فيتوريا في القائمه المحليه لحراسه المرمى محمد الشناوي، محمد عواد، ومحمود جاد. انا من وجهه نظري محمد عواد هو التعليق الوحيد في مركز حراسه المرمى، لانه حارس لا يرتقي لمستوى الدولي. عمري ما شفت مثلا محمد عواد ده في منتخب الناشئين، الشباب، الاولمبي، الكلام ده انا ما شفتوش. وبعدين يعني مع كامل احترامي حارس قصير، والحراس القصيرين بيخش فيهم اجوان كتيره، لو كان اطول بس كام سنتي كمان كان جابها. زي مثلا فيكتور فالديز، زي ايكر كاسياس، حراس قصيره بيخش فيها اجوان من المفروض انها سهله على الحراس الاخرين، ولكن لقصر القامه هو ما بيجيبش الاجوان ديت. فعلى كمان المستوى الفني انا مش واثق في محمد عواد. محمد عواد في حراسه المرمى بيقدم مستويات الى حد ما جيده مع نادي الزمالك، ولكن حتى مع المستويات الجيده في احسن منه. في المهدي سليمان، انا رايي ان المهدي سليمان بنص مستواه احسن من محمد عواد في كامل فورمته، ودي شهاده انا شايفها من وجهه نظري، والله مش عشان اهلي ولا زمالك، كده كده المهدي سليمان مش بيلعب في النادي الاهلي يعني، ولكن الحق يتقال. ولما كان الشناوي مش كويس كنت بقول ان هو لا يستحق المشاركه اساسيا مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت اللي كان فيها انخفاض في المستوى، وكنت بنادي كمان بان مصطفى شوبير او علي لطفي يقفوا بدل الشناوي، والشناوي رايح شويه. اما على مستوى الدفاع فشفنا اختيارات عجيبه جدا. يعني شفنا مثلا ان هو مختار على مستوى القائمه الدفاعيه كلها عمر جابر، اكرم توفيق، محمود متولي، باهر محمدي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، حسين السيد، وعبد الله جمعه. في اختيارات عجيبه جدا، يعني في اختيارات غريبه. عمر جابر، يا جماعه مين عمر جابر ده يا جماعه؟ مع كامل احترامي زيه زي محمد هاني، هيفضل ناشئ طول حياته، هيفضل في جلباب الناشئ، مش هيتغير منه ابدا ولا هيطلع منه ابدا. لاعب مستواه ما اتطورش من تقريبا من 2012، من ساعه صعوده لحد الفتره الحاليه 2022، 10 سنين عمر جابر لم يتطور مستواه بجنيه ونص. كل فريق راحوا احترف فيه بيمشيه، راح بازل مشي، راح امريكا مشي، راح بيراميدز مشوه، راح مش عارف، كل الفرق بتمشيه، كل الفرق. عمر جابر اختيار عجيب جدا. لا وكمان لما اتسال عن انضمام عمر جابر للمنتخب قال لك عشان ادواره الكتير. ادوار مين يا باشا؟ ادوار مين يعني انت؟ ادوار مين؟ عمر جابر ده بيعمل ادوار، هو ممكن يعمل ادوار في السينما يعني دي اتقبلها، لكن ادوار في الملعب في المستطيل الاخضر لا علاقه له بكره القدم. وانا من وجهه نظري كنت شايف ان علي فوزي يستحق الانضمام، اللي هو الظهير اليمين بتاع انبي، يستحق الانضمام بكامل الاريحيه على عمر جابر ظهير الزمالك. الاسم الثاني المضحك اللي معانا محمود علاء. محمود علاء ماذا قدم؟ محمود علاء اصلا في اخر موسم كامل ما لعبش مع الزمالك اللي هو فرقته الاساسيه، ودلوقتي طالع اعاره الاتحاد السكندري. يعني هو تقريبا لعب 3 ماتشات، اتطرد ماتش وتوقف ماتش، وهو يعني الماتش الوحيد اللي لعبه هو كان الماتش الاولاني واتطرد في نص الماتش الثاني. انا مش عارف بيلعب او اتاخد على اساس ايه محمود علاء، حتى وهو في قمه مستواه المفروض ما يتاخدش. ده محمود علاء يعني صباح الفل. كان الاقدر منه بكل كفاءه ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم برضه وهو مش جايب اخر مستواه احسن من محمود علاء وهو في قمه مستواه. تالت حاجه معانا وهي حسين السيد. يعني انا ما بتفرجش على حسين السيد في الفتره الاخيره، ولكن انا شفت حسين السيد على مدار تاريخه. يعني انا تقريبا فضلت 4 5 سنين 6 سنين كمان بتفرج على حسين السيد في الاهلي وفي الاسماعيلي وفي بيراميدز. حسين السيد عمره ما ابهرني ولا عمره ابهر اي مشاهد بيتفرج على الكوره ولا اصلا بيحب الكوره. حسين السيد من اللعيبه العاديه جدا 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 جدا، لاعب عادي جدا. فلماذا يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ محدش عارف
غير روي فيتوريا. رابع علامه استفهام على خط الدفاع فقط في المنتخب المصري وهو عبد الله جمعه. عبد الله جمعه لما اتسال برضو المدير الفني منتخب مصر لماذا ضميت عبد الله جمعه، قال لك اصله لعب ماتشين، بدا ماتشين اساسي مع الزمالك، ماتشين. يعني هل لعب ماتشين كفايه مستواه يعني حتى في التوب فورم كفايه ان انت تاخده؟ قال لك مستواه كفايه ان انا اخده. ماذا عن كريم فؤاد؟ كريم فؤاد تقريبا يعني يحمل الجنسيه المصريه. ماذا يفعل من اشياء اخرى كريم فؤاد حتى يستحق الانضمام لمنتخب مصر على حساب عبد الله جمعه وحسين السيد وعمر جابر؟ مش ناقصه ضحك، مش للدرجه دي، مش لدرجه ان انت تاخد محمود علاء وتسيب كريم فؤاد. كلهم مدافعين وكلهم بيعرفوا يلعبوها يعني. ولو هتكلمني على مستوى الادوار فكريم فؤاد بيلعب 4 مراكز في التشكيله، يعني انت ممكن تحطه في اللي هيأدي. ولكن واضح ان انت متحفظ كلمتين وطالع تقولهم للاعلام بدليل ان عبد الله جمعه ما لعبش اساسا ماتشين اساسي مع نادي الزمالك. زي ما على مستوى خط الوسط فهو واخد حمدي فتحي، مروان عطيه، مش عارف هو مين بصراحه، امام عاشور، محمود حماده، قفشه، عمرو السيسي، احمد سيد زيزو، طاهر، احمد عبد القادر، ومصطفى زكي، زيكو. ماشي اوكي، في اسماء ما فيش عليها خلاف، يعني في اسماء مثلا زي حمدي فتحي، امام عاشور، محمود حماده، سيد زيزو، طاهر، محمد طاهر، احمد عبد القادر، دول ما عليهمش خلاف، هيتاخدوا ايا كان مين اللي بيدرب منتخب مصر لازم يعتمد على الاسماء دي لانهم احسن الموجودين. ولكن في اسماء عليها علامه استفهام، في 2 انا ما اعرفهمش بصراحه وما شفتهمش فمش هقدر احكم عليهم، زي مروان عطيه ومصطفى زكي اللي هو زيكو. اوكي دول ما شفتهمش فهطلعهم بره التقييم. ولكن قفشه، ماذا فعل قفشه مع النادي الاهلي حتى يستحق الانضمام لمنتخب مصر؟ قفشه اللاعب المغضوب عليه من جماهير الاهلي منذ حوالي اكتر من موسمين. قفشه المذيع بتاع قناه ابو ظبي الرياضيه، مش فاكر تقريبا اسمه ايه، مع اني بحبه وبكن له كل التقدير والاحترام، قال له لما استضافوا بعد ماتش السوبر هناك في الزمالك والاهلي كسبان وفي نشوه، المذيع بتاع قناه ابو ظبي بيقول الاهلي عاد لمستواه وبدا يبقى فيه صحوه، ولكن قفشه لسه ما عادش ولسه مستواه ما رجعش ولسه مش ده قفشه اللي احنا مستنيين منه حاجات كتير. قفشه نفسه قال له ان شاء الله يبقى اللي جاي احسن، ان شاء الله انا بحاول اشتغل على نفسي. كل الناس مشجعين ومحللين واداره النادي الاهلي والاداره الفنيه والجمهور، ده حتى المذيعين يا راجل مش معترفين بمستوى محمد مجدي قفشه، ولكن المدير الفني لمنتخب مصر معترف ان محمد مجدي قفشه يستحق الانضمام لمنتخب مصر. 100 علامه استفهام على اختيارات المدير الفني. الاسم الثاني اللي معانا عمرو السيسي. عمل ايه عمرو السيسي؟ لعب ماتش حلو قدام انبي، هو ده بس. عمرو السيسي يا جماعه وحسام عبد المجيد الاثنين دول لو في انديتهم انديه بره الزمالك، لو حسام عبد المجيد ده في نادي بره الزمالك، بامانه الله، لو عمرو السيسي ده لسه في طلائع الجيش، بامانه الله حد هيختارهم لمنتخب مصر؟ والله ما حد هيختارهم، والله ما حد هيختارهم. لكن انت في الزمالك كفايه ان انت تلعب ماتشين حلوين وناس توشوشك في ودنك فتقوم هوب مأيدهم على طول في القايمه ويتاخدوا على طول يلعبوا المنتخب مصر. لعيبه لا تفقه شيء عن المستويات الدوليه، لعيبه مش فذه، لعيبه عاديه جدا، وتنضم لمنتخب مصر في ظل المنظومه الرياضيه الزملكاويه كلها. انا من رايي ان عمرو السيسي كان لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر لانه لاعب ماتش حلو ولسه ما اداش اللي ما يؤهله ان هو ينضم لمنتخب مصر، ولكن كان الاقدر منه والاحق منه في الفتره الحاليه هو كريم ندفد. كريم ندفد يا جماعه الخير، يعني الراجل يعمل ايه اكتر من كده؟ الراجل شايل نص الملعب لوحده في فرقته، يعني الراجل بيقدم مستوى بقاله حوالي سنه ونص، مستوى ثابت، مستوى متصاعد، مستوى جيد جدا. بعد 3 سنين اصابه بيعود عوده ولا اروع، فكرنا بعوده إريكسن من اللا شيء الى كل شيء. كريم ندفد من اللا شيء و3 سنين في المستشفى الى لاعب شايل نص فرقته لوحده، فيعمل ايه اكتر من كده عشان ينضم لمنتخب مصر؟ محدش عارف. اما على المستوى الهجومي اضحك براحتك. ليه؟ لانه واخد مروان حمدي بجوار محمد شريف واحمد ياسر ريان. انا شايف برضو ان محمد شريف ما عملش ما يؤهله الفتره الاخيره عشان ينضم لمنتخب مصر، ولكن ماشي تعدي محمد شريف وتعدي كمان احمد ياسر ريان، لانه برضو لاعب منتخبات ولاعب عنده من الامكانيات ما يؤهله، ولاعب ما خدش فرصته مع المنتخبات برغم منادات الجمهور المصري كله ان هو ينضم للمنتخب المصري الاول، ولكن انضم اهو في الاخر. ولكن مروان حمدي انا مش فاهم، هو روي فيتوريا الشيء الوحيد او المبرر الوحيد بالنسبه لي ان هو يضم مروان حمدي ان هو اتصل بكيروش او كيروش اتصل بيه قال له بقول لك ايه، الواد ده لازم ينضم، ده الا ده عايز تشل المنتخب المصري، عايز تشل الشعب كله؟ قال له عايز اشله.
انا جاي اسير الجدل من الاخر كده، انت فاكرني جاي ادرب؟ انا جاي اسير الجدل. قال له بس عايز تسير الجدل؟ جيت في حتتي يا معلم. قال له ايه؟ خير. ضم مروان حمدي يا فيتوريا. دي رسالة كيروش لفيتوريا. ضم مروان حمدي، هتثير الجدل والاعلام كله هيتكلم عليك. انا مش هقول لك ان شادي حسين ينضم على حساب مروان حمدي، شادي حسين برضو ما عملش ما يؤهله للانضمام لمنتخب مصر، مع انه لاعب في الاهلي يعني، ولو اتعامل نفس معامله عمرو السيسي وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعه وعمر جابر، اللي كل اللي عملوه من وجهه نظر فيتوريا هو ماتش واحد كان كافي عشان يشوفهم وينضم لمنتخب مصر بعد الماتش الحلو ده، وما ضمش شادي حسين مع انه عمل ماتش حلو. عمل ماتش حلو ضد مثلا الاتحاد المنستيري يا سيدي، ضد مثلا الاسماعيلي يا سيدي اللي جاب ال3 نقط يا سيدي، ماشي مش كفايه، ولكن مروان حمدي كمان ما ينضمش. عندك احمد الشيخ بتاع المحله، يعمل ايه تاني الراجل من السنه اللي فاتت وهو شايل فرقه، يعني مع كامل احترامي فرقه ما فيهاش ما يؤهلها ان هي مثلا تنافس او حتى تكون في مستوى الوسط، فرقه ضعيفه فنيا الى حد ما، مع كامل حبي واحترامي لغزل المحله واهل المحل، ولكن فرقه ضعيفه. ولكن احمد الشيخ ظاهر في وسط الفرقه دي، شايل خط هجوم الفرقه لوحده. النهارده هو هداف الدوري برصيد 3 اهداف بعد مرور 3 جولات. يعمل ايه تاني احمد الشيخ بتاع المحله؟ طيب ابراهيم عادل بنص مستواه احسن من مروان حمدي. طيب مش هقول لك شادي حسين، مش هقول لك مش عارف مين، عندك اسمين احسن من مروان حمدي وشادي حسين، بل يكونوا احسن من محمد شريف حاليا اللي انت واخده اصلا. يعني انا يهمني في الاخر منتخب مصر، لا يهمني اهلي من زمالك من عباس، انا يهمني منتخب مصر. وانت في خط الهجوم في منتخب مصر واخد اسمين ما عملوش حاجه، مروان حمدي ومحمد شريف، وسايب بره احمد الشيخ وابراهيم عادل، والاثنين احسن منهم، الاثنين احسن من الاثنين اللي انت واخدهم. فاذا في النهايه احنا طلعنا بتشكيله كامله، يعني حوالي 12 لاعب واخدهم كيروش عليهم علامه استفهام ولا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر من وجهه نظري. هم محمد عواد في حراسه المرمى، عمر جابر، محمود علاء، حسين السيد، عبد الله جمعه، وفي النص هنختار قفشه وعمرو السيسي، وفي خط الامامي مروان حمدي ومحمد شريف. هنطلع من القايمه مروان حمدي ومصطفى زكي لاني ما شفتهمش وما اعرفش بصراحه هم يعني مستوياتهم ايه. فهنتفاجئ ان احنا معانا تشكيله كامله حوالي 10 11 لعيب لا يستحقوا الانضمام لمنتخب مصر، وفي نفس الوقت معانا 13 14 لعيب كانوا المفروض ينضموا ولم ينضموا. المهدي سليمان في حراسه المرمى، اسامه جلال في خط الدفاع، مع ياسر ابراهيم، مع محمد شكري، محمد اشرف الاثنين باكات شمال، كريم فؤاد باك يمين، كريم حافظ باك شمال برضه. كل ده في خط الدفاع. في خط النص هنلاقي ان معانا كريم ندفيد، هو بصراحه الوحيد في خط النص في مصر كلها اللي يستحق ان هو ينضم لمنتخب مصر وما انضمش، برضه من وجهه نظري احق من كل اللي موجودين، او احق ان هو يكون موجود في التشكيله حتى لو مش هيلعب في الخطه. واما على الجانب الهجومي فعندنا شادي حسين وابراهيم عادل واحمد الشيخ بتاع المحله. فاما على حكمنا الكامل يعني او النهائي على قائمه منتخب مصر، ففي لعيبه عملت كل حاجه في الكوره، ولكن الكل حاجه ده لم يكن كافيا بالنسبه للمدير الفني لمنتخب مصر. وفي لعيبه ثانيه ما عملتش اي حاجه او عملت الولا حاجه، والولا حاجه ده كان كفايه ان هو يأهلها ان هي توصل وتلبس تيشيرت منتخب مصر. وفي لعيبه كمان لاول مره في حياتها تلبس تيشيرت منتخب مصر. فانا شايف ان مفيش عدل ولا انصاف ولا ميزان حق في قائمه منتخب مصر، ولا في اختيارات كارلوس كيروش، ولا ان كارلوس كيروش اصلا باين ان هو بيفكر من دماغه. حازم امام اللي جايب كارلوس كيروش او اللي جايب روي فيتوريا، هو شكله كده هو المتحكم في القائمه، والله اعلم. جمال علام وصحبته الكريمه شكلهم هم المتحكمين في القائمه، والله اعلم. شكلها كده مش روي فيتوريا هو اللي مختار القائمه، وبرضه الله اعلم. وفي نهايه الحلقه لو حضرتك شايف ان انا في اسماء ما خدتش بالي منها، او في اسماء كانت تستحق تنضم وانا شايفها ما تستحقش، او العكس، يا ريت تقول لي في الكومنتات وجهه نظرك ايه في قائمه منتخب مصر، وبرد على الكومنتات اول باول. ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. وفي نهايه الحلقه بتمنى ان انا كنت ضيف خفيف على حضرتك، بقدر وقت حضرتك جدا، بحترم شخصك جدا، دمتم جميعا بألف خير. صلي على سيدنا محمد، ما تنساش دي اهم حاجه في يومك. جمعه مباركه على الجميع، اشوفكم قريب ان شاء الله. السلام عليكم.